السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله نكون بخير دايما بإذن الله. النهاردة هنعمل احلى حاجة واسهل حاجة ممكن تاكليها وتعمليها، صينية الجلاش بالبشاميل. الجلاش بالبشاميل دي جميلة جدا وسهلة. انا جبت صينية وبطنتها كويس قوي بالسمنة. جبت لفة جلاش كانت متفرولة ومتقطعة عندي في الفريزر، قطعتها شرايح زي ما انت شايفة، فرولت الشرايح من بعضها، ودلوقتي هحط نص كمية الجلاش اللي عندي في الصينية زي ما انت شايفة كده. بحاول ان انا كل مكان يبقى فيه من الجلاش عشان خاطر تبقى كلها متساوية وكلها نفس الارتفاع. طريقة سهلة جدا وبسيطة هتنسيكي عك المكرونة بقى والوقت الطويل. يعني لو مستعجلة في اي وقت، في اسهل طريقة. انا عاملة هنا بشاميل. البشاميل زي ما انت شايفة سايل، ولا هو سايل ولا هو يعني تقيل قوي. آه، فعلا كريمي وسهل وجميل. بغرق زي ما انت شايفة كمية الجلاش اللي انا حطاها بالطريقة دي. جلاش بالبشاميل فعلا رائع جدا ولذيذ، سهل جدا وخفيف، ما بياخدش بقى وقت انك انت مثلا السمنه التقيله دي الدسمه اللي انت بتعملي بيها الجلاش. طريقه سهله وبسيطه، ما بتاخدش اي وقت ولا بتاخد اي مجهود. زي ما انت شايفه انا دلوقتي بسويه كويس قوي بالبشاميل. ممكن في قعر الصينيه بعد ما تبطني بالسمنه تروحي حاطه طبقه من البشاميل زي ما انت شايفه. انا دلوقتي نزلت اللحمه انا معصجاها. لو عايز تحط فراخ ماشي، عايز تحط اي حاجه يعني متوفره معاكي براحتك على حسب رغبتك. انا حطيت لحمه معصجه زي ما انت شايفه، جميله جدا وسهله، وفي نفس الوقت ما خدتش معايا اي مجهود ولا اي وقت. انا محضره كل حاجه. طبعا احنا عارفين ازاي بنعصج اللحمه، طريقه سهله. الجلاش متقطع وسهل، بقطعه زي ما هو لفه ملفوفه كده وبالسكينه شرايح صغيره. انا دلوقتي حطيت اللحمه ما خليتهاش تيجي على الاطراف، وهبدا بقى ارص معايا الجلاش تاني زي ما انت شايفه. بحطه بطريقه عشوائيه، بس اهم حاجه ان انا اداري اللحمه كلها، ما تبقاش في حاجه باينه معايا، عشان خاطر ان انا اعرف اغرقها كويس قوي بالبشاميل. فعلا زي ما قلتلك، دي طريقة المستعجلين. لو عندك وقت قليل جدا مش هتلحقي تعملي فيه أي وجبة. فعلا وجبة جميلة وفي نفس الوقت دسمة ومشبعة وغنية جدا بكل البروتين وكده، يعني قيمة قوي. بتنفع قوي برضو في العزومات، بيبقى شكلها لذيذ قوي. ما بتعرفيش ان الجلاش كده متقطع او متفرول. زي ما انت شايفه لما هي اللفه كانت موجوده عندي متفروله قوي، بس ما بيبانش خالص في التقطيع، بتطلع قطعه واحده وجميله. ده انا دلوقتي هبدا ان انا احط، انا معايا جبنه موزاريلا، هحط شويه على باقي البشاميل اللي كان موجود معايا. جبنه مشكله بقلبها، بتديها بقى طعم جميل قوي وتست عالي. زي ما انت شايفه هبدا بقى ان انا اغرقها كويس قوي بالبشاميل كده اهوت. وبعد ما اخلص بالطريقه دي هبدا بقى ان انا احطها في فرن سخن معايا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود. اول ما تبدا تصفر شويه كده من على الوش، بطلعها معايا واروح بقى حاطه شويه جبنه موزاريلا على الوش كده، واحطها بقى تاخد اللون اللي انا محتاجاه، واطلعها. ما بتاخدش فعلا وقت بالكتير، يعني نص ساعه من اول ما تجهزيها لغايه لما تخلصيها. اكله سريعه جدا وسهله. ممكن تزوقيها من فوق براحتك، ممكن على حسب ما انت حابه. لكن انا فعلا هي الطريقه دي جميله قوي والطعم خرافه. زي ما انت شايفه انا بسوي الحروف كويس جدا، والاطراف بخليها كلها في مستوى واحد. هحطها في الفرن وارجع لك تاني بعد ما تستوي. دلوقتي هتشوفي قد ايه هي بقى جميله، وفعلا بسم الله ما شاء الله. انا دلوقتي طلعتها من الفرن، هقطعها قدامك قد ايه هي جوسي جدا، وفي نفس الوقت طبقه واحده. وهوريكي قد ايه هي مستويه، قد ايه هي مش متعجنه ولا اي حاجه. طعم بقى ده جميل جدا. انا زي ما قلت لك، انا بعد ما خدت لون شويه طلعتها، يعني بدات تستوي. وحطيت لها شويه رشه جبن مشكله، موزاريلا وشيدر وكده. اداها اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. حاجه ما اقولكيش. انا هبدا دلوقتي هطلعها قدامك، هوريلك ما شاء الله. فعلا حاجه جميله سهله جدا للمستعجلين اللي هم محتاجين وجبه حلوه وخفيفه وفي نفس الوقت مشبعه ومغذيه. قد ايه هي طريه. الجبنه بقى بتشد معايا. زي ما انت شايفه سخنه مش عارفه اطلعها. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ان شاء الله اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان تحطوا لايكات كتير. وان شاء الله اقدم لكم على بالقدر المستطاع وجبات سهله واقتصاديه وموفره عليكم. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده مع فيديو جديد. اتمنى ان انا اشوف رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.